السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب تالتة ثانوي؟ يا رب تكونوا بخير دايما وفي احسن حال يا رب. النهارده باذن الله تعالى هقول لكم ازاي تذاكروا مادة الاحياء. ايوه، ازاي تذاكروا مادة الاحياء بطريقة عبقرية سهلة جدا وبسيطة، وهتضمن لك ال60 من 60 باذن الله تعالى اخر السنة. قبل ما نبدا في الفيديو بتاع النهارده، خش اشترك في القناة، اشترك في القناة علشان الحاجات اللي احنا بننزلها طول السنة مهمة جدا وهتنفعك، وكمان علشان مفيش حاجة تفوتك. يلا بقى بسم الله نبدا في الفيديو بتاع النهارده. بص، مبدئيا كده انا شفت ظاهره غريبه جدا في امتحانات الثانويه العامه في ماده الاحياء بالذات، ان هو بيسال في الامتحان على كل حاجه، ودي حاجه غريبه جدا. انا ما كنتش متوقع بجد ان هيجي سنه من السنين والاقي ماده الاحياء يتسال فيها عن التفاصيل اللي جوه التفاصيل. انت متخيل؟ والحاجات العامه والمقدمات بتاعت الدروس، انت متخيل مقدمه بيتسال فيها في الامتحان؟ انت متخيل حاجه مستخبيه، رسمه مش هو مش شارحها لك في كتاب المدرسه، رسمه مش شارحها لك في كتاب المدرسه ويجيبها لك في الامتحان؟ لا، وكمان يجيب لك حاجه شبهها مش موجود عليك في المنهج، زي ما جه في 2024 دور اول. هنعرفه دلوقتي. بص، في 2024 جاب له سؤال عن الفقرات العجوزيه. السؤال اللي انا كاتبه لك ده 2024 في ماده الاحياء دور اول، جاب لهم سؤال عن الفقرات العجوزيه. انت عارف ان شابتر الدعامه والحركه عندك العمود الفقري 5 مجاميع، الفقرات مجموعه الفقرات العنقيه والظهريه والقطنيه والعجوزيه والعصعصيه. سالهم عن العجوزيه. انت بقى بتدرس طول السنه فقرات عجوزيه لانسان بالغ. يعني ايه فقرات عجوزيه؟ يعني 5 فقرات ملتحمين بعظمه واحده، يعني هيديك في الاخر عظمه واحده بس. الفقرات العجوزيه كام فقره؟ 5. كام عظمه؟ عظمه واحده بس. ليه؟ علشان ملتحمين بعظمه واحده، مفيش ما بين الفقره والتانيه حلقه غضروفيه، مفيش مفصل. حلو كده؟ فدي معلومه عامه، انت عليك الرسمه بتاعتها في كتاب المدرسه وشرحناها لك المدرسين واي حد على اليوتيوب شارحها، وانت اصلا لو ما اتشرحتلكش سهله اللي انت تعرفها. حلو كده؟ يعني الفقرات العجوزيه سهله وجميله. في الامتحان بقى الخبيث عامل ايه؟ جاب لهم الفقرات العجوزيه لطفل صغير. الله، هي تفرق من انسان بالغ لطفل صغير؟ تفرق جدا جدا جدا. انت متخيل انا بقول لك ايه؟ الفقرات العجوزيه لانسان بالغ تفرق 180 درجه عن الفقرات العجوزيه لطفل صغير. ليه يا مستر؟ علشان الفقرات العجوزيه لطفل صغير في ما بين الفقره والتانيه حلقه غضروفيه. بص 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 بص، حلقه غضروفيه يعني مفصل، يعني انت عندك 5 اهو، 5 ايه؟ 5 فقرات، 5 فقرات. الفقرات العجوزية 5 فقرات، بس للأسف ال5 فقرات دول في الإنسان البالغ ملتحمين، بيلتحموا ببعض علشان ما يكونش فيه فواصل، فيلتحموا ببعض يبقوا كلهم عظمه واحده، زي الشكل اللي حضرتك شايفينه قدامكم ده. دي فقرات عجوزيه لانسان بالغ، مفيش ما بين دي ودي فاصل، يعني حلقه غضروفيه. طيب، عدد المفاصل في الصوره دي كم مفصل؟ 0، علشان مفيش حلقه غضروفيه. عدد العظام في الصوره دي كام؟ عظمه واحده. عدد الفقرات 5 فقرات. طيب، الرسمه دي هي دي، بس دي الانسان، دي لطفل صغير، دي الانسان بالغ، دي لطفل صغير. عامل ايه بقى في الطفل الصغير؟ حط لك فواصل كده. رسمه كتاب المدرسه ما كانش فيه فواصل هنا. خش على الرسمه بتاعتها او في كتاب المدرسه او في ورقه المفاهيم اللي معاك، اي حاجه، خش على الرسمه دي، مش هتلاقي فيه فواصل، هتلاقيها كده، دي بيضه كده، يعني معنى كده ان في التحام. ال5 فقرات ملتحمين فدي عظمه واحده. لكن هنا الفقرات العجوزيه لطفل صغير هتلاقي فيه فاصل كده، دي حلقه غضروفيه، يعني ده مفصل. مصل العظمه والتانيه في ما بينهم مفصل متحرك زي الايد كده. دي عظمه ودي عظمه ما بينهم مفصل متحرك يسمح بحركه محدوده. هنا وهنا في ايه اللي بيتحرك ده؟ مفصل واسع الحركه علشان بيمشي في جميع الاتجاهات. هناخدوه في كورس الاحياء مع بعض على مدار السنه. ماشي، ما علينا. خلينا دلوقتي في السؤال ده. عايز عدد المفاصل في فقرات عجوزيه لطفل صغير. اولا كده 99 من الطلاب، 99% من الطلاب عملوه 0. ليه؟ علشان هم ما يعرفوش ان دي لطفل صغير، هم مفكرين ان الفقرات العجوزيه فقرات عجوزيه ثابته. سواء بقى طفل او انسان بالغ، هم مفكرين ان الفقرات العجوزيه ثابته خلاص ملتحمه على طول، سواء بقى عندك شهر، شهرين، سنه، 60 سنه، مليون سنه، هي ملتحمه. بس للاسف ما كانوش يعرفوا، ولا حتى المدرسين. انت متخيل في مدرسين ما كانوش يعرفوا ان دي فقرات عجوزيه لطفل صغير؟ ماشي كده، فحلوها 0 على اساس ان هي ملتحمه. بس للاسف كل اللي حلها 0 خد غلط، خد 0. يعني اللي حلها 0 خد 0، لان دي
المفاصل اللي في الرسمه دي 4. عد كده معايا: مفصل اهو، حلقه غضروفيه، التاني مفصل اهو، التالت مفصل اهو، الرابع مفصل اهو. فدول 4 مفاصل في الرسمه. عدد المفاصل 4 مش 0، علشان دي فقرات عجوزيه لطفل، فالفقرات متمفصله. يعني ايه متمفصله؟ يعني كل فقره لوحديها، مش ملتحمه، مش ماسكين في بعض. فده في الطفل الصغير. مع تقدم الطفل ده في العمر، مع تقدمه في العمر لما يكبر شويه، الفقرات دي بتلتحم ببعض، بيخشوا ببعض، يعني بتتحول الحلقات الغضروفيه والمفاصل لانسجه عظميه. يعني الفقرات دي كلها بتبقى نسيج عظمي واحد بس. وصلت كده؟ ماشي. طيب انت دلوقتي عرفت ان هو ممكن يسالك سؤال عن الفقرات العجوزيه، حاجه في المنهج خدتها لك، اديك عليها مثال. فقرات عجوزيه ممكن اجيبها لك كده دايركت، حاجه عامه ايه، حاجه واضحه وصريحه وتحلها وتاخد الدرجه. ممكن بقى اجيب لك حاجه مبنيه على التفاصيل اللي جوه التفاصيل. معقوله حاجه عن التفاصيل اللي جوه التفاصيل زي دي فقرات عجوزيه لطفل صغير وما تعرفش تحلها؟ طيب اذاكر ازاي الماده برضو علشان اعرف اجيب كل ده، عشان اعرف احل كله؟ بص يا سيدي، هقول لك على خطه دلوقتي عبقريه لازم تمشي بيها. بص، انت دلوقتي عندك درس بكره، درس احياء، في حصه جديده مثلا، اول حصه في شابتر الهرمونات، اول حصه في شابتر الهرمونات هتتشرح لك امتى؟ بكره الساعه 4 العصر مثلا. ماشي؟ فانت تيجي فاتح النهارده اول حصه في الهرمونات، افتحها واقراها من الكتاب، افتحها واقراها من الكتاب من غير لسه ما تتشرح لي. ايوه، هتتعرف على الهرمونات، هتعرف الفص الامامي، هتعرف الغده النخاميه الفص الخلفي بتاعها، هتعرف يعني ايه بص الهرمونات بشكل عام. ماشي كده؟ هتتعرف عليها من الكتاب انت، وتبص على اسامي الهرمونات: اي دي اتش، الثايروكسين، البرولاكتين، الجي اتش، هتعرف الامراض، القماءه، العملاقه، وهكذا. فانت تيجي فاتح الكتاب قاري اول درس اللي انت هتاخده بكره، لسه الساعه 4 هتاخده بكره، فانت تقراه دلوقتي. طيب هيقابلنا يا مستر حاجات كتير قوي ما اعرفهاش، حاجات غريبه عليا، حاجات غريبه مش عارفها. علم على الحاجه اللي انت مش عارفها خط احمر كده بالقلم الرصاص حتى. ماشي؟ بعد ما تعلم عليها كنسلها وكمل الدرس. حلو كده؟ هتلاقي يعني اكتر من نص الدرس انت مش فاهمه. حلو قوي. هتروح الدرس تاني يوم اللي هو الساعه 4. حلو كده؟ هتعمل ايه؟ هتاخد الحصه بتاعتك، تركز مع المدرس كويس جدا. مع مرور الوقت في الحصه نفسها والمدرس بيشرح هتلاقيه بيعدي على الحاجات اللي علقت معاك من امبارح ومش فاهمها. انا ما كنتش فاهم الحته دي، انا ما كنتش عارف يعني ايه عضو مستهدف، انا ما كنتش عارف الثايروكسين يعني ايه، الهرمون ده بيتارجت ايه في الجسم، انا ما كنتش عارف الكلام ده. فالمدرس شرحها لي. طيب اول ما تروح البيت بقى بعد الحصه تعمل ايه؟ بص، هتلم الدرس كله، ذاكره مذاكره خفيفه. طيب ده كده اليوم الاول. اليوم الثاني هتعمل ايه؟ هتمسك ورقه بيضه وتلخص الدرس كله مع نفسك. بس قبل ما تلخصه ممكن تفتحه وتقراه، تذاكره مذاكره خفيفه لان انت كنت فاكره كويس جدا من امبارح وقاريه قبليها. طيب بعد بقى ما تلخصه انت كده عملت ايه؟ فهمت الدرس وقريته ولخصته، كتبته بايدك. بعد ما لخصت الدرس كله بايدك هتعمل ايه؟ هتخش تحل عليه، هتخش تحل. امشي معايا واحده واحده. اول حاجه هتقرا الدرس مره واحده مع نفسك، هتاخد الحصه بتاعتك، هيكون في حاجات معلقه معاك من امبارح او من نفس اليوم. لو انت مثلا بتقرا الدرس قبل الدرس بنص ساعه، في حاجات معلقه معاك فهمتها كويس مع المدرس. روحت ذاكرت الدرس، بعد ما ذاكرت الدرس عملت ايه؟ لخصته مع نفسك. امشي معايا بالترتيب. لخصته مع نفسك، كتبته في ورقه بيضه كده فلوسكاب، لخصت الدرس كله مع نفسك، كتبت كل حاجه كل حاجه كل حاجه. طيب اعمل ايه بعد ما اخلص الدرس بقى؟ بعد ما اخلص مذاكرته وكتابته هتخش تحل عليه. هتعمل ايه؟ هتخش تحل على الدرس، هتمسك كتاب الامتحان وتحل كل الاسئله بقى. طيب في اسئله وقفت معايا وهو ده المطلوب، وانت بتحل الدرس في اسئله اكيد وقفت معاك. هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ اصحى كده. هتعمل ايه؟ هتجيب ورقه، مش ورقه، هتجيب الكشكول بتاعك، كشكول الصعاب او كشكول السوابق او كشكول المتفوقين. شوف انت مسمي كشكولك ايه، الكشكول بتاعك الخاص بيك. هتكتب كل الافكار الصعبه اللي انت ما عرفتش تحلها، لان الافكار دي هتكون مرجع ليك ليالي الامتحان اللي انت تفتكر المعلومات دي. اوعى تذاكر حاجه وتنساها. فانت الافكار اللي انت طلعتها من الاسئله والاسئله اللي انت ما عرفتش تحلها هتكتبها في الكشكول بتاعك. هتعمل ايه؟ هتكتبها في الكشكول بتاعك علشان تراجع عليها كل اسبوع او كل اسبوعين حد اقصى. طب ليه انا بقول لك راجع على طول واكتب الافكار دي؟ لان الافكار دي اولا هتبقى مرجع ليك ليالي الامتحان زي ما قلت لك اللي انت تفتكر المعلومه. وصلت كده؟ فانت بتعمل ايه؟ بتقرا، بتفهم، بتحفظ، بتكتب، بتلخص الدرس بايديك، وبتحل عليه. بتعمل 5 حاجات: بتقرا، بتفهم، بتحفظ، بتكتب الدرس، بتحل عليه.
5 حاجات اهو، والحل الافكار بقى بتطلعها في الكشكول بتاعك، كشكول السوابق بتاعك. عملت ال5 حاجات دول، انت ذاكرت الدرس وفرمته، جبته كده في شوال. وما تنساش ما تنساش لو ناقصك اي حاجه، خش على القناه بتاعتي على اليوتيوب، خش في الوصف كده اتك عليه، هتلاقي لينك قناه التليجرام الخاصه بالثانويه العامه، انضم لنا علشان هنزلك عليها حاجات كتيره جدا طول السنه ومهمه جدا هتنفعك. بكده بقى نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده. طبق الحاجات اللي قلت لك عليها وباذن الله 60 من 60. ما تنساش بقى تدوس لايك للفيديو وتشترك في القناه. سلمتم يا شباب، دمتم في امان الله سالمين امنين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.